أسعد الله أوقاتكم يا حبايب قلبي. طبعا المسافرين من عدن إلى صنعاء الذي بينزلوا يقطعوا جوازات أو بيسافر مثلا بيجي من مصر أو من الأردن، احذروا ترقدوا في فندق باسمه هذا يا وسيم قصر الملكية الذي في مريس في الجبارة. احذروا مني يا شباب، لأنه إنسان تافه وإنسان ما عنده قبيله ولا يعرفوا قبيله. وصلنا انا واولادي نرقد الساعه 9، غلقوا النقطه قالوا ادخلوا ارقد في الفندق هذا ما بش الله هو الجباره هذا. وصلنا رقدنا انا والعيال الساعه 12 نبصر صاحب الفندق فتح الباب ودخل الصاله واحنا راقدين في الغرف مغلقين. خرج له وسيم اخي بيتهازر، هو ما دخل بك بيته هو ذيك الفندق، كيف تقول لي ما دخلك؟ خرجت له انا قلت فندقك ولا فندق ابوك؟ ما يحق لك تدخل دقدق، عيب. معانا عوائل، معانا ناس كم يا ناس معاهم عوائل، يعني بالتعامل مع الناس هكذا. استحي على نفسك. الفندقي مدري ما هو، ما حد منعني يقول ادخل فوق راسك المتهازر دناوي. خرجوا الناس الذي في الغرف فرعوا بيننا وتخارجنا قلنا استحي على نفسك، حرام علي لا اسحبك لو هو فندقك من هنا للسماء ولو انا في الجنوب. رغم ان الجنوب بيستغل ان ما بش الله هو الفندق، رغم ان اهل الجنوب على عيني وراسي والله انهم محترمين في عدن وفي كل منطقة وفي الضالع استقبلونا النقاط بكل احترام، وعمي يحيى واهلا وسهلا. انا ولا غيري بيستقبلوا الناس باحترام الصدق، بطريق ويبصر جوازك والله معك. بس الفندق هذا احذروا من ترقدوا فيه يا شباب، حرام. وطلق اننا امس ما كان باقي شوي الا وقت له عائلتي يجي يفتح الباب ومفاعلي كيمرت في الصاله، كيمرت في الصاله قال على ميد المقاوته. احذروا من الفندق هذا، ونطالب حكومة عدن انهم يبصروا هذا الفندق وصاحب الفندق هذا الذي قال هو فندقي. فندقك يا هين تدخل على الناس للشقق. وتحياتي لكم يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أمس صايح أنا وزبون ما نتجاري منه ولا أنه مستأجر جناح. سميت معسل طلع كشتي يمنع اللي يشربوا معسل. طلع لا الدور الأخير وأشم المعسل. نزلت الدور اللي بستأجر به الأخ وهو أصل الجناح ما يتأجر عايلين. أخي اللي أجر له غلطان، المسافرين نأجر لهم بالدور العالي، والأخ خلين الجناح مفتوح. أنا بدك فتحت الجناح اللي جنب يعني هالمفاتيح الغرف بالاسم إنهم مقاوته مش مسافرين. الشحر من اللي يشرب معسل ما لقبش. فتحت الباب حق الجناح حق الأخ هذا يحيى عنبه وأجي الشحر له مستأجر جناح ليش ما قفز من عنده من داخل؟ خلي الباب مفتوح. دخلت وشفت غرفة 205 مفتاحها من خارج. قلت يا ولد ليش تخلى المفتاح من خارج؟ أنا مانيش داري إنه مستأجر الجناح كامل. خرج ابنه قال ليش تدخل فوقنا؟ احنا استأجرنا ونقصكم، لا انتوا استأجركم، انا صاحب الفندق. الطايح احنا قلت له لو معك عوايل العب منك بالاول والاخير. خرج يحيى عنبه الصايح انا وياه. بعدين نزلت لا نازل ولقيت الغرفه